السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم اكسوتيك. معاكم شادو. النهارده هنلعب 7 ديدلي سينز. النهارده هنلعب تيم جديد لجلدة، هو ديمونز برضو بس بطريقه مختلفه شويه. تقول لي شادو انت ليه بتلعب بديمونز كتير؟ هقول لك عشان ده التيم اللي انا شايفه اكتر تيم شغال مع جلدة، وده احلى تيم تقدر تكاونتر بيه الميتا الحاليه. فمن غير رأي كتير يلا بينا نخش على الانترو وارجع لكم على طول. طيب يا جماعة، هو ده التيم اللي هنبقى نلعب بيه: جلدة، أسولت ميلي، واستاروسا، والناشي باك لاين. عايز ألعب بأسولت ميلي مع جلدة لأن الديفنس بريك اللي بيعمله الريليك بتاعه قوي جدا، بيخلي جلدة تكريت كتير، ودي حاجة كويسة عشان كمان جلدة المالتيبلاير بتاعها اتش بي، فما بتأثرش قوي ب الاتاك داون بتاع بان أو بتاع أي حد. فده تيم كنت عايز أجربه بصراحة. قبل ما نخش في الفايت، عايز اشكر قوي مارس ان هو بيديني الاكونت بتاعه لحد دلوقتي عشان اعمل عليه الشو كيسز بتاعتي. عايزين ننزل كلنا نشكره تحت في الكومنتس، يا ريت يا ريت يا ريت. ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل، عشان احنا قربنا خلاص ل 200 سبسكرايبر، واول ما نهت ال 200 سبسكرايبر هعمل لكم لايف تقدروا تسالوا فيه على اللي انتوا عايزينه، وانا هجاوبكم في 7 ديدلي سينز او في سولو ليفلنج، مش هتبقى فرقه كتير. احنا عايزين نبدأ بالتيم ده التاني، بس احنا بدأنا الأول. أنا حاطط سي سي فود عشان لقيت السي سي قليل شوية. هبدأ أعمل إيه؟ هضرب الإي ويز اللي نزلت لي عشان أبدأ أسبريد الداركنس بتاعت استاروسا. مش عارف ليه هما بيلعبوا ببيرجت بميلي ده. تيم قديم قوي. زي ما انت شايف كده مات ميلي، فمعرفش هو ليه بيستخدم التيم ده لحد دلوقتي. بس زي ما قلت لكم، انت بتبقى عايز تبدا بالتيم ده التاني، لان كل دامج بيحصل على التيم بتاعك ميلي بيحط ديباف ستاكس على الانمي تيم، بيحط زي ديفنس داون على الانمي تيم، زي ما انتم شايفين كده، بسبب الهولي ريليك بتاعه. آه ف بصراحه انا حسيت يعني ان السي سي فود هيبقى كويس، بس غيروا الجيم الجاي، احط ايفيد. هضرب ليفل 2 سنجل تارجت جلد على ديمون كينج، وهضرب ليفل 1 ميلي اتاك عشان لو لسه في حد عايش. زي ما انتم شايفين كده بدأت تكريت، شايفين بتكريت ازاي؟ عشان الديفنس داون بتاع ميلي. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الدمج عشان الديفنس داون بتاع ميلي رهيب رهيب. التيم مع ميلي رهيب بصراحة. وزي ما انتم شايفين كده ميلي اصلا مش محتاج يعني نتعرف عليه، ميلي رهيب بالذات لما يبدأ يستاك الباسيف بتاعته. بيبقى يعني وحش الحقيقة. ثانية احط الايفيد. التيم ده قوي لما يبدأ سكند ليه، عشان الديبافس اللي بيبدأ يحطها ميلي. هنبقى في ديس ادفانتج شوية لو نزل لنا ديمون تيم ومعاه استاروسا، عشان هيبدأ يستاك الداركنس جامد. فلو ما قدرناش نقتل استاروسا في اول تيرن هنخسر. نزل لنا تيم زي اللي كنا بنلعب بيه الجيم الفيديو اللي فات او اللي قبله. هيبدأ يضرب ايويز ايويز ايويز. معانا ايفيد طبعا. زي ما انتم شايفين كده الايفيد هي اللي لحقتنا. زي ما شايفين كده الديفنس داون اللي على الكاركترز قوي جدا بسبب ميلي. هبدأ اضرب بس الحاجة بتاعتي استاكل داركنس، وهحاول اوان شوت ميلي، نشوف هيحصل ايه. يعني لسه ما عندناش ديفنس داون كفاية على ميلي عشان هو بيعمل كلينز، بس الدامج مش وحش ابدا. وزي ما شايف انا كنت عايز اقتله قبل الاول كريشن عشان لو نزل له اي ولا حاجه، وبعدين هو نزل له كروت كتير قوي ليفل 3 وليفل 2. عارف الليفل 3 ده اعتقد سنجل تارجت. ونشوف كده ونشوف. هو اعتقد معاه واحد سنجل تارجت، واحده اي وي. نشوف كده. لا سنجل تارجت برضه على جلده. تمام، شايفين جلده يا جدعان؟ سرفايف ليفل 3 سنجل تارجت من ميلي بالاول كريشن، وكمان سرفايفت ليفل 3 من غير الاول كريشن. فحابب اعرفكم يعني على جلده يا جماعه. هبدأ اضرب الاي وي بتاعت ميلي، وبعد كده الاي وي بتاعت جلدة.
وهقوم قاتل ديمون كينج عشان ما يعملش الرانك اب بتاعه الترن الجاي. هو اصلا ما اعتقدش هنحتاج اصلا ضربه استروس عشان تقتل ديمون كينج. عملنا انكراوتش لجلده زي ما انتم شايفين كده، الدمج بعد الانكراوتشمنت رهيب. هو استروس ما قتلهاش عشان هو يعني ضعيف شويه، بس مش مشكله. احنا اول ما تجيلنا الترن بتاعنا هنقوم ضاربين سلام سنجل تارجت ميلي، والسنجل تارجت بتاعت جلده هنكسب على طول. شايفين كده زيرو دامج بسبب الانكروشمنت، بس هي بتحط على نفسها ديبافس كتيره، فدي حاجه حلوه مش وحشه. ليفل 3 سنجل تارجت على استروس قتلته بالانكروشمنت عشان تبقى بس انتوا واخدين بالكم. انا هبدا اضرب بقى ايه السنجل تارجتس بتاعتي. ميلي جلده جلده. شايفين كده الكريتات بتاعت جلده رهيبه يا جماعه، رهيبه. زي ما شايفين كده دامج قوي يعني مش وحش. والبدايه السكند هي اللي بتدينا الديبافس الكتير اللي بتبقى على الانمي تيم دي. عشان كده يعني لو تيمك لو سي سي او انت فري تو بلاي ما عندكش سي بوكس سي سي عالي، ده تيم برضو تقدر تلعب بيه، بس انت محتاج الريليك بتاع ميلي. تمام. ومحتاج استروسا يسرفايف التيرن 1، يعني تجيب له الكوزمتكس بتاعته او تعلي له تحط له ترو اويكن، اتصرف. المهم استروسا يفضل عايش التيرن اول. مش عارف انجل ستيم سي سي هو واطي قوي، انا مش عارف ليه. نبدا اي وي وهقوم ضارب مش عارف سنجل تارجت جلده. ماشي. الانجل ستيم من ارخم التيمات اللي ممكن تلعبها، بالذات التيم اللي فيه استروس، عشان الانكراوتشمنت بتاعك ما بيأثرش فيهم قوي. ما بيأثرش فيهم خالص عشان الباسيف بتاعت مايل ان هو ما بيقللش البيزك ستاتس بتاعت الانجلز، ف بيبقى سخيف قوي. بس طول ما انت هتبدا هتقتل البفرز بتوعه هو مش هيعمل دامج. هتقتل ليز، هتقتل اسمها ايه، مارجريت، انت في الامان. تمام. احنا ايه هنعمل ايه؟ هبدا اقتل مارجريت عشان الريفايف على ميلي، على قصدي مايل. هبدا اقتل مارجريت كده، نعمل كده كده كده. ليفل 2 سنجل تارجت، ما نزلناش اي ورق لجلده، دي يعني حاجه جميله الحقيقه. زي ما انتم شايفين كده ستاروس موت لودو. ميلي بقى هيضرب مين؟ هيضرب مايل، ما قتلوش طبعا. على فكره كل ما الداركنس تستاك كل ما ستاروس يعمل دامج اكتر، مش لازم تبقى انكراوتش، فاهمني؟ يعني طول ما في داركنس عليه بيستاك طول ما ستاروس بيعمل دامج. ولما مايل بيخسر انجلز من التيم اللي معاه دامجه بيقل قوي. ف يعني انت مش لازم تروح تقتل مايل على طول، لا انت ممكن تقتل الانجلز اللي حواليه، فاهمني؟ واو، نزل لنا كروت حلوه قوي الجلده، عجباني الكروت دي، حلوه دي وهدي. سلام. احنا قتلنا مايل بس اتعمل له ريفايف بالباسيف بتاعت ليز، وقتلنا تريستن عشان الدمج عشان قصدي اسمه ايه، الدمج ديكريز اللي هو بيديه للانجلز، فدي حاجه كويسه. يلا بقى نحاول نخلص من ليز. من غير ليز مايل حرفيا مش هيعمل دامج، حتى الالت بتاعته 6 الدامج بتاعه هيبقى قليل قوي. تقول لي جلده ما بتكرتش كده ميلي ملوش لازمه، اقول لك لا، هي المفروض تكرت، بس زي ما انتم عارفين الانجلز ما بيقلوش عن الستاتس بتاعتهم ما بتقلش بسبب المايل باسيف. ف التيم ده كاونتر صعب التيم بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده مفيش دامج تقريبا، حتى لسه ناناشي عايش.
زي ما شايفين كده هنحاول نقتل ايه الريفايف اتشال من على مايل، فهنبدأ بمايل كده نحاول نقتله. الدمج مش قد كده، سنجل تارجت. زي ما قلت لكم التيم ده كاونتر للتيم اللي احنا بنلعب بيه دلوقتي، فما اعتقدش هيبقى هينزل قدامكم اصلا. تيم الانجلز بقى اوت اوف ميتا، والناس اللي بتلعب بيه بتبقى ما عندهاش شخصيات. زي ما انتم شايفين حتى لو هم عملوا سرفايف واحنا هنعمل سرفايف، احنا هنفضل التيم بتاعنا هيفضل كسبان، لان الدمج بتاعهم قل قوي بعد ما التيم بتاعهم معظمه مات. وكمان جلد عندنا الاتش بي بتاعها عالي جدا، فاهي وادي لسه ماتت اهي، ما بقاش غير مايل. هنضرب الت سنجل تارجت هيموت. وطول ما هو بيضرب ميلي احنا كده في الامان، لان بيبدا يستكل ديبافس حتى لو هي مش شغاله، احنا كده كده كسبانين من الديبافس. وادي الجيم اهو. هو طول شويه بس مش مشكله، الانجلز تيم تانكي قوي، واحنا كمان التيم بتاعنا اتش بي بيس تيم، فمفيش مشكله ان التيم يطول شويه، الفايت يطول شويه بيبقى عادي يعني. وزي ما قلت لكم معظم الوقت لو جلده فضلت عايشه لوحدها في التيم هي تقدر تكاري لوحدها، فانت ما تعملش فورفيت. تمام. ما تنسوش يا جماعه والنبي تعملوا سبسكرايب عشان احنا خلاص داخلين على 200 سبسكرايبر، وانا عايز اوصل للمايلستون دي باسرع وقت. واول ما اوصل لها زي ما قلت لكم في اول الفيديو هعمل لكم لايف تسالوني فيها عن الحاجات اللي انتوا عايزينها، ارد عليها على طول في 7 ديدلي سينز او في سولو ليفلنج. زي ما انتم شايفين كده الدمج بتاع اسمه ايه عالي قوي. ستارو السمات. نبدأ نقتل بام بقى. مفيش لازمة بقى نضرب الاي ويز بتاع الاي بتاعت ميلي عشان مش هتعمل دامج عالي كده كده، فهنضرب السنجل تارجتس. انا كنت بضرب الاي عشان تسبريد بس الداركنس، بس دلوقتي مادام مفيش استاروسا مش لازم، الداركنس مش هتبقى مفيدة قوي. والدمج بتاع جلده لسه ما بدأش يستاك، فمش مشكلة مش مشكلة. كويس بدأت تضرب جلده اهي، لو كانت ضربت الريموف بافس دي على ميلي كنا رحنا في داهية. هنضرب الكروت اللي في ايدينا بقى. ميلي اي وي جلده سنجل تارجت سنجل تارجت. بعد ما الدامج بوستر بتاعنا بيموت بيبقى الوضع صعب شويه، بس ما بيبقاش كارثي يعني. احنا تمام، جلده بتعمل دامج، ميلي بيدي دي بافس، احنا زي الفل. فاهمني؟ اي ارثر لسه قوي برضه، ملوش حل يعني. بس جلده هي الكاونتر بتاعه يا جماعه. انتوا شايفين كده هضرب الالت وهضرب السنجل تارجت، عايز اخلص بقى من ارثر ده قبل ما ضربنا الالت. مات من الالت. كويس. هنضرب بقى السنجل تارجت دي، يا رب تروح على بان بس. ايوه زي الفل. دامج ضعيف جدا، الاستكات مش مظبوطه، البيزك ستات بوسترز بتاعتنا راحت، والبافس بتاعتنا راحت، فالامبليفاي كارد مبقاش بيعمل دامج. يلا مش مشكله اهو. زي ما انتم شايفين كده اسكامر بدا يضرب علينا الباف ريموفل، فالوضع يعني في منتهى القرف. مش مشكله، جلده هتكاري لوحدها. زي ما انتم عارفين الديبافس بتاعت بان ما بتاثرش فينا قوي، عشان احنا المالتيبلاير بتاع الكروت عندنا ما فيش مالتيبلاير معين في الكروت عندنا، والدامج بيزد اون اتش بي زي ما انتم شايفين كده، فاحنا زي الفل يعني.
نضرب الترن الجاي سنجل تارجت، نموت اسكانور خالص عشان هو هيبقى اعلى دامج ديلر عندهم. الجيم ده هيطول شويه، فمش عارف هل اوقف الريكورد هنا وارجع لكم لما الفيديو يبدا، ولا لما الفايت يخلص، ولا اسيب اتفرج على الفايت. اسيب الفايت كده ترن او ترنين، ولو طول عن كده هقلب. هقتل اسكانور اللي هو الهيلسو اللي واحد، نقتله كده. شوف بقى بان هيضرب الالطاب طبعا. زيرو دامج والت بان. اعتقد الت بان هتعمل دامج كويس، احنا عندنا دي بافس كتير، بس برضو ما قتلتناش. نضرب الالت بتاعتنا على بان. شوف الدامج، دامج واطي شويه. نضرب الاي وي الترن الجاي، بعد كده نضرب السنجل تارجت ليفل 3 لما تعمل كومباين. عمل لنا اصلا سيل للليفل 3، مش هنضرب ليفل 2. نضرب ليفل 2 سنجل تارجت، نشوف كده الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. وريني. دامج واطي قوي، البان رخم جدا يعني. ليفل 3 اي وي نضربها زي ما شايفين كده. هو علينا الماكس باسيف بتاعته، وحاطط الديباف كارد اللي هو المارك اوف كونسنتريشن، واحنا ولا هنا. انا هرجع لكم يا جماعه لما الجيم يخلص، عشان بصراحه هيطول قوي. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده، احنا خلصنا الجيم، كسبنا. جلده فعلا كانت لوحدها. زي ما قلت لكم، حتى لو جلده بس هي اللي فضلت في الفايت، ما تعملوش سرندر، لان الفايت وينابل جدا بجلده، لانها حرفيا تانكي جدا، والدمج بتاعها كل ما الجيم بيطول كل ما الدمج بيزيد، فما تفقدوش الامل يعني. بالذات لو عندكم هاي دوب الت ليها، هتخلصوا الجيم بسرعه اسرع بكتير من العادي يعني. ده هيبقى اخر ماتش عشان الفيديو طول كده جدا. هشوف هعمل ايه في المونتاج، هحاول اقصص منه. نزل قدامنا تيم في استاروسا. شوف كده هيعملوا ايه. معانا 2-3 ايوي، لو ما قتلوش استاروسا في اول تيرن ممكن نحاول نكسب. هيبدأ يضرب ايوي سنجل تارجت ولا ايه؟ ايوي سنجل تارجت شكله. حلو 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 حلو. يا رب ما اضرب استاروسا بس. حلو حلو. ضرب جلدة. نضرب الايويز بقى بتاعتنا. ايوي نبدأ نستغل الداركنس بتاعتنا ونعلي الهيل اللي بنعمله. زي ما انتم شايفين كده، كل ما بنعلي الهيل بتاعنا كل ما جلدة بتبدأ تستاكل الباسف بتاعتها. كنت ممكن اخلص من استاروسا، مش عارف ما خلصتش منه ليه. كانت حركة وحشة. والفيل كلينز بتعملي رخم اوي. تمام، جلدة لسه عايشة. جلدة مش هتموت من ده. ماتت انكراوتشت، او كان دامج عالي حاجة كده. صورنا الجيم. نهايتها كانت سيئة يعني، بس هو ده كان الفيديو. يا ريت لو عجب الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتس. وسلام.